يلا نعمل مع بعض الحمص الشامي الجميل ده. عندي هنا حمص شام، بنقعه ليلة كاملة لحد ما يبقى بالشكل ده ويتضاعف. بجيب طماطمايه وبصلايه وشوية توم، بضربهم في الخلاط بالشكل ده او في الكبة. بس يبقوا ناعمين، فيفضل في الخلاط. طبعا بغسل الحمص وبزوده مية، يفضل سخنة. وبحطه طبعا يغلي. وبشيل الريم من على الوش أول ما يغلي. وبعد كده بضيف الخليط اللي أنا عملته. واضيف مكعب مرقة دجاج، شوية بابريكا، شوية كمون. حوالي يعني ايه معلقة صغيرة على حسب الكمية اللي هتعمليها. ورشة سكر صغيرة بالشكل ده. وملح حوالي نص معلقة كبيرة، وبقلب كويس جدا. لو احتاجت ملح بزود. وبسيبهم بقى يغلوا مع بعض كويس جدا. بضيف بس معلقة صلصة بالشكل ده. وبقلبها معاه كويس جدا. وبسيبهم بقى يغلي لحد ما الحمص يستوي. وبس كده. نسيت اقول لكم ان احنا واحنا نقعينه في الاول ليلة كاملة بنضيف له ملح حوالي مثلا نص معلقة برضو كبيرة. بتعصري عليه ليمون حسب الرغبة، وبتقدميه بالشكل ده وبألف هنا.